ضيفتي النهارده في 90 دقيقة بنت العراق اللي ترعرعت في بيروت بس ما قدرتش على بعد القاهرة لأنها واقعة في عشق القاهرة. أول مرة أشوف واحدة بتقول أشعار في الزحمة والدوشة، مش عايز أقول في الفوضى. برحب بملكة جمال العرب كلوديا الفنانة المطربة. أهلا بيكي كلوديا، منورانا وكل سنة وأنت طيبة. كل سنة وأنت طيب وكل سنة والسادة المشاهدين بخير ورمضان كريم. الله أكرم. إيه أخبارك؟ كويسة بخير. أنت خلاص قاعدة في مصر؟ خلاص قاعدة. كنت عايز تطلعني من لا مصر؟ أنا مش عايز أطلعك. أول واحدة أشوفها إنها بتعشق الزحمة. خلاص، ما انت لو تحب حد مش هتقول عليه انه انا بحبه عشان عينيه زرقاء وشعره اشقر وكده، لازم تحب فيه كل حاجه على بعضه كده. على بعضه كده. فانت ايه اللي حببك، رغم ان انا عارف ان انت كنت قاعده ومستقره في لبنان انت والاسره، وبعدين عرفت انك انت جيتي واقمتي في مصر وجبتي الاسره كمان. ازاي؟ ايه اللي حصل؟ مفيش، احنا كنت باجي زيارات على القاهره، وخصوصا بعد ما استلمت اللقب. فجيت هنا كنت عايزه امشي خلال 10 ايام، بقول لهم انا مش قادره استحمل الزحمه، الدنيا مش قادره اكمل اكتر من 10 ايام. انا مشيت، مفيش، عايزه ارجع تاني. وانا بطلع من المطار، يعني خلاص الطياره بتعمل تيك اوف، انا عايزه ارجع. رحت، قالت لي، فقلت لها ماما لا انا حاسه في حاجه ناقصاني ومش عارفه ايه. بكلم منظمه المهرجان اللي عملت مس ارب وورد وصاحبه شركه موشن ميديا مدام حنان نصر، رجعيني، انا عايزه ارجع مصر، اعملي لي الفيزا بسرعه، انا لازم ارجع مش قادره. المهم عملت لي الفيزا، رجعت وقعدت 7 شهور. على اساس انك انت تقعدي فتره قصيره، قعدتي 7 شهور. 7 شهور في مصر، مش هطلع. ندمانه يا كلوديا؟ خالص انا ندمانه ان انا ما عشتش. مش ندمانه انك قاعده في مصر. المهم ماما بتكلمني، قلت لها انا مشغوله، عندي تصوير، انا ما بعملش حاجه. انا عندي تصوير، انا عندي مش عارفه ايه، انا المهم مش هقول لك ايه اللي حصل، لازم ترجعي، لازم تعملي، لازم مش عارفه ايه. المهم رحت، قلت انا لازم اروح اقنعهم ان هم يجوا. فمين اقرب حد ليا؟ اخويا اللي اكبر مني بسنه، اللي اسمه هيكليف. كلمته قلت له احنا لازم نيجي مصر وهتشوف حياه مختلفه والدنيا مختلفه. عملت له الحياه ايه، احنا رايحين للفردوس. وفعلا انا ده اللي حاسه بيه يعني. تمام. المهم واخويا ده اقنع اخويا اللي اكبر منه، فاجينا انا واخواتي الشباب هنا. تمام. جم هنا ما فيش فتره بسيطه، شهر يعني اول اسبوع مخضوضين، اول 10 ايام قاعدين زيي بقى برضو مش عايزين يرجعوا خالص. ماما بتكلم في غرام النيل. ماما بتكلمنا، طيب انا عايزه اقابلكم، عايزه اشوفكم، تعالوا نصيف سوا. لا انت تعالي، لا انت تعالي. انتوا جبتوا رجلها بقى. انا جبتها، هي اساسا حتى معايا هنا. هي معاكي هنا في الاستوديو. الله، طب ما كانت ما هو يا مامي يعني ما كانت جات والدنيا رمضان كل سنه وانت طيبه. انت بتعملي دلوقتي ايه بقى يعني نشاطك؟ انا عارف ان انت بداتي كملكه جمال العرب. نعم. وكان عندك نشاط فني باعتبارك صاحبه صوت مميز. نعم. ودلوقتي عندك ألبوم جديد. نعم. تراثيات كلوديا. كلميني عنه شويه. تراثياتك احنا سميناه يعني تراثيات كلوديا، هو اغاني تراثيه، أغاني لأهم المطربين والفنانين العراقيين، منهم المعروفين ومنهم الغير معروفين. ناظم الغزالي طبعا. مثلا في عنده أغاني، هو صاحب مثلا 100-150 أغنية. احنا أخذنا منه مثلا الأغاني المش معروفة كتير، مش معروفة، فأخذت منه أغنية. عندنا زي سفير الأغنية العراقية سعدون جابر طبعا. كمان أخذت منه طبعا أغنية. ففي أغاني مثلا مائدة نزد، يعني عندنا أسماء فعلا مميزة. فأنا كنت حابة أنه إحنا نعرف الناس بالتراث العراقي، خصوصا أنه أنا بفتح مثلا على بعض المحطات بلاقي ناس من الخليج، ناس من الفنانين واخدين التيمة اللحنية والحاجات ومدخلينها، وهي كلها أصولها عراقية. فقلت خليني أعمل ألبوم عبارة عن 15 أغنية اسمه تراثيات، من أهم يعني الفنانين العراقيين اللي لم يبرز أسمائهم. قلت أستغل اللي أنا فيه وكوني نوعا ما معروفة في الوطن العربي، قلت أعمل سبوت للأغاني الموجودة عندنا والفنانين والطرب اللي كان موجود، الطرب الجميل الموجود في العراق. نقدر نسمع منه حاجة؟ أكيد طبعا. تراث عراقي.
هسمعك غنوة لناظم الغزالي، اعتقد انك اول مرة هتسمعها. تمام، يا ريت. غير الاغاني، غير انه فوق النخل وغير فوق النخل دي معروفة. واظن في يا مال الشام، ولا انا مش غلطان؟ لا، يا مال الشام دي قدود حلبية. دي قدود حلبية. يا ابن الحمولة علي ايش بدلك، يا ابن الحمولة علي ايش بدلك، حسنك مرقيك لو عاد إلك، حسنك مرقيك لو عاد إلك، حسنك مصيبة سبت أهل البلد، حسنك مصيبة سبت أهل البلد، عالمودة تمشي شوية يا ولد. جميلة قوي، بس محتاج انك انت تفهميني المحتوى، لان ابن الحمولة دي ابن الحمولة يعني ولا حاجة؟ لا، ابن الناس الطيبين. انت عليا اتغيرت ليه؟ انت اتغيرت ليه؟ عليا اتغيرت. يا ابن الناس الطيبين. يا ابن الحلال، يا ابن الناس طيبين. فعليا اتغيرت ليه؟ حسنك مصيبة سبات اهل البلد، يعني حسنك انت اهل المكان او القرية او الضيعة او سموها في لبنان او الحتة في مصر. فانت يعني سبات اهل البلد، يعني انه الناس عاملهم انت مشكلة طبعا، عامل لهم مشكله. فبيقول لك على الموضه تمشي شويه يا ولد، يعني على الموضه انت بتمشي على مهلك على الناس شويه. دي حاجه، دي كانت بتاعت ناظم الغزالي. سبحان الله، انا عمري ما سمعتها في حياتي. فانا عملت سبوت حاجات كده. تمام. ولما هتيجي بقى تعملي الالبوم بتاعك اللي هو هيتوزع وهينتشر في مصر، طبعا اكيد في اغاني مصري. لا، ده البوم عراقي. ده عراقي. نعم. كويس. اغانيكي بقى بالمصري، بتغني بالمصري برضه؟ عندي اغاني بالمصري يا استاذ معتز. تمام. معلش، ما انا اصلي يعني بحاول. انت كنت طلعتي معانا في 90 دقيقه من انت خلاص عرفت ملكة جمال العرب خلاص. فما تابعتش مسيرتك الفنيه. بس يعني ما تيجي نفكر المشاهدين طيب اغانيكي المصري. اغاني المصري فاكرينها هم اللي انت اللي مش فاكرها. في عندنا بندم قوي طبعا، اللي ساعدني في مسيرتي الفنيه واللي كان مؤمن بيا هنا في مصر. كان في حد ساهم في نجاحاتي، هو الاستاذ علي صابر، الملحن العراقي علي صابر، هو اول من اكتشفني. وهنا من ساندني هو كان الشاعر الكبير هاني عبد الكريم. وطبيعي الفتره اللي راحت دي كمان الاستاذ خالد نبيل، ومستشار الإعلامي هشام أمين. دول الناس اللي كانوا دايما معايا ومرافقيني خلال الفترة. ناس وقفوا معايا جامد جدا وأمنوا بيا ودايما شجعوني وحذروني، ودايما كلامهم كان بيطلع مظبوط رغم عنادي أنا ليهم. طب دلوقتي الساحة مليانة وزحمة جدا. انت ايه طموحك؟ عايزة تبقي فين في وسط الزحمة الغنائية دي اللي احنا شايفينها؟ أستاذ معتز، أنا معرفش ليه مش شايفاها زحمة. مش شايفاها زحمة؟ لا، علشان في نجوم خلاص بقت نجوم، بس جيل جديد دلوقتي جاي لسه ما فيش، يعني اسماء معدودة اللي بتثبت وجودها. ارجو انه انا اقدر اكمل، وانه ان شاء الله يعني انت لما بتتابعي مثلا الفضائيات او اذاعات العربية او اذاعات الاف ام، ما بتحسيش ان كم الاغاني وكم الاعمال اللي احنا بنسمعه يعني، والتشابه حتى في اللحن وفي الاصوات، انه التميز ابتدى يبقى نادر؟ ما بتحسيش بكده؟ التميز بقى يبقى بحس في ده، بس بنفس الوقت ما بحسش انه دلوقتي في نجوم من جيل جديد. انا بحس كلهم خلاص في جيل. في مثلا احنا بنسمع دلوقتي ل3 اجيال هم نجوم، بس جيل دلوقتي الجيل الرابع لسه ما جاش. وانت بطموحك انك انت تبقي ضمن الجيل الرابع ده ان شاء الله. يعني انا مصنفاهم كده، يعني يعني 3 اجيال في موجودين على الساحه. طب ما تقولي نماذج الاجيال دي عشان اعرف انت بتصنفيهم على اي اساس. يعني انا بصنفهم خلينا نقول من ستات ورجاله. مثلا كاظم الساهر. ده جيل اول. الثاني مش هم نجوم كلهم، بس هم نجوم ورا بعض. يعني انا مش بقول ان هو ده جيل، هو ده رقم 1 وده رقم 2 وده رقم 3. لا، يعني مش فلان افضل من فلان. لا، مش فلان افضل من فلان. بقول هم 3 اجيال، هم كلهم نجوم، بس واحد قبل بواحد، يعني مسيرته الفنيه